الفوضى اللي دارت. وبالمناسبه الفوضى هذه كان مخطط لها هذاك الجمهور السنغالي، لان ملي بدا المدرب ديال السنغال كيهضر بهذيك الطريقه عرف راه كاينه المؤامره. عرفتي اش دار السنغال؟ هذاك الجمهور نفذ الخطه ديال الجزائر، نفذوا الخطه اللي كانت غدير في مراكش، نفذوها تما، لان ذاك الجمهور راه واحد الحاله ديال الهيجان ماشي عاديه. شكون اللي كان وسط منهم؟ اكثر منهم وسطهم الجزائريين، وهذه واضحه هاد المساله هذه. الشر ديال الاخر، احنا في العلاقات المغربيه الجزائريه على الخصوص اننا وصلنا لواحد الحد لا يطاق في ان بدايه المسؤوليه ديال الرئيس ديال الجمهوريه الجزائريه الحالي انه صريح قال ودي يقر ويعترف ويقول بان هو مدرك بوجود واحد المحبه بين الشعبين المغربي والجزائري، بل انه انطلق يسرد في اثناء الفوز ديالهم بكاس افريقيا 2019 بان في العريش، في الرباط، في اصيله، فهذا سرد مدن مغربيه وقال بان الشعب المغربي ظريف وخرجوا الى الشوارع يعني بانشودات ديال 1 2 3 فيف لالجيري. يعني ما الذي وقع من بعد هذا التصريح ومن بعد هذه العلاقات اللي فيها الفرحه في ان نجد ان العقيده تغيرت، وان التأجيج ديال الاوضاع هما اللي مسؤولين عليه كعسكر وكحكومه، من اجل ان يخرج شعب شقيق على الجوار ليفرح لحزن جاره المغربي، وبهذا الشكل الفظيع الذي انتقلت فيه عدوى العداء الى 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 اطار لم يكن ابدا في الحسبان. وما عمرنا كنا كنظنوا احنا حتى دعاة المحبه بين الشعبين اننا ممكن ان نصل في ان ابناءنا وكل فئات الشعب المغربي يعني متضمره في يوم الم حول خساره كاس لا يساوي بالنسبه الينا اي قيمه، لان الانجازات مستمره الحمد لله في مسيره. شكون اللي مسؤول على هذا الوضع اللي وصلنا ليه حتى يترسخ هذا العداء بشكل منهجي لدى المعلمين والمعلمات ديالهم، لدى بعض الاطياف المحرضه؟ يعني هذا الشيء مؤسف. فبغيت واحد التحليل ديالك باش المستمعين يكونوا على بينه من هذه التداعيات وتحديد المسؤوليات في هذا الشيء هذا. غير اول حاجه سي فؤاد، هو الجزائر اللي قدامنا، وربما انا بقى عندي واحد الموقف، الكثير ديال الناس انهم هاجموه وكيقول لك بانك كتبالغ، انك كدير الفتنه. هذه سنوات انا الجزائر ديما عندي ليها واحد الزاويه ديال النظر. هذا الشيء اللي كتقول ما انتبهوش الناس بان تبون ملي كان كيقول ذاك الكلام وكيبداو يهضروا كيقول لك حنا الشعب المغربي كيبغيو يديروا واحد المساله خطيره جدا، كيبغيو يفصلوا بين الشعب والملك ديالنا. ديما هما عندهم هذه القضيه، كيبغيو يديروا هذا الفصل هذا، ما عارفينش بانه راه كاين واحد التلاحم ابدي. ديما هما عندهم هذه القضيه، كيمشي يهضر لك على الشعب ما عارفينش حنا راه واحد. هذه الاولى. بعدا اذا ملي كان كيهضر هذاك الكلام ديالو ملغوم، رغم انه حنا راه كانت واحد التهنئه من اعلى مستوى لهم، وكان فرح ديال المغاربه خرجوا بطريقه عفويه، شجعوهم بعدا اولا وفرحوا معهم. انت شتي شنو وقع؟ ماشي هادشي جديد بالنسبه لهم، ماشي جديد. شوف هاد النظام العسكري الجزائري راه ما كراش انه يكون فناء عندنا حنا بهذه القضيه هذه. علاش؟ عندهم واحد المساله، واحد المعادله نفسيه غنقولها لك، كيقول لك اودي كون ما كانش المغرب ما نكونوش حنا فاشلين. راه خطيره هذه القضيه. كيقول لك كون ما كانش المغرب ما نكونوش حنا فاشلين. من الملعب بطريقه هادئه، خرجوا كل شيء خارج بروح رياضيه، تقبلوا الامر بصدر كل شيء بقى فيه الحاله ديك الفوضى اللي دارت. وبالمناسبه الفوضى هذه كان مخطط لها هذاك الجمهور السنغالي، لان ملي بدا المدرب ديال السنغال كيهضر بهذيك الطريقه عرف راه كاينه المؤامره. عرفتي اش دار السنغال؟ هذاك الجمهور نفذ الخطه ديال الجزائر، نفذوا الخطه اللي كانت غدير في مراكش، نفذوها تما، لان ذاك الجمهور راه واحد الحاله ديال الهيجان ماشي عاديه. شكون اللي كان وسط منهم؟ اكثر منهم وسطهم الجزائريين. وهذه واضحه هاد المساله هذه. لهذا انا مع واحد الطرح ديال القانون، هذاك الشيء اللي دار المدرب، ولكن انا نقطه هنا
اللي يمكن انكم تتفقوا ولا تختلفوا معايا فيها. حنا كنا متهمين، كيقول لك رشيتوا الحكام، شريتوا الكاف، القجع داير، هادشي كله قالوه تما. انا في نظري ملي خرج المنتخب ديال السنغال من التيران سالينا، نضغط على الاربيط نقول له صافي الماتش سالا وندي لا كوب وخليهم يغوتوا حتى الصباح، ما كانش خصنا نجيبوهم نعاودوا ندخلوهم بالتيران. هذه كان خصها دار بهذه الطريقه. خرجتي من الملعب سالينا في كره القدم راك تعرفها، خرجتي انسحبتي بهذيك الطريقه هو بيلانتي. لا هما كانوا اذكياء ما خرجوش كلهم. لا ولو مدرب دخل اذكياء. هذاك السيناريو كان ملي كيدخل المدرب التيران خرق القانون. هذيك توقفات المباراه، صافي سالينا. لان الحكم عند النظام العسكري هو التقط واحد ثلاثه الحوايج. هذا النظام العسكري اللي حدانا التقط ان المجتمع الجزائري جاهز نفسيا هنا باش انه يتمثل هذه القضيه ديال المغرب كعدو، راه جاهز لها ما كاينش. عنده النقطه الثانيه انه الكراهيه بالنسبه ليه اكثر من ماشي مشروع اقتصادي، ما عندهم يدير بالاقتصاد. هو الكراهيه عنده مساله الاخرى انه الخوف الخارجي كيبرر القمع الداخلي. ثلاثه ديال الحوايج كيخدموا عليهم هما. لقاو المجتمع مهيئ. علاش جاو دوك الجزائريين بهذاك الشكل؟ واش انت كتبان لك ظاهره عاديه؟ هما الوحيدين اللي هازين داك الضرب وعندهم يدوروا في القهاوي ويدوروا في باب الحد ويدوروا بهذيك. واش ظاهره عاديه؟ خارجين كيغوتوا عمي تبون. واش كتبان ظاهره عاديه؟ بوحدكم نتوما في العالم، بوحدكم ما عمرها وقعت هذا الشيء منتخب. اي متفقين كره القدم ديال الحضاره. راه واحد الوقت كانت الاتحاد السوفيتي وامريكان خلط ما دايش، ولكن كيلعبوا في الالعاب الاولمبيه ولا غيرها. كوريا الشماليه وكوريا من اكادير كان كيتبحر تما، كديه لطنجه الجو ديال اوروبا حدا المتوسط قربين لاسبانيا. راه غتجي هاد المساله. خاص واحد النقطه قبل ما نمشيو. كاين شي واحد شكا بلاتي، كاين شي واحد شكا من قال لك ما كاينش ارضيه ديال الملعب فين اننا ندربوا. الجزائر شحال كانوا كيضربوا من الاوطيل بالمناسبه اللي كانت نازله فيه الجزائر. هذاك الاوطيل ما ديروش الجزائر الى يوم القيامه. حتى واحد ما يبغي يدير. وكانوا كيدربوا في اكاديميه محمد السادس. لا الاوطيل بعدا الاوطيل هي حتى الملعب ديال التدريب ديالهم الموضوع راه الاشاره ديالهم هي الاكاديميه محمد السادس. من هذاك الاوطيل عنده 7 دقائق كيوصل للملعب ولا قل من 7 دقائق. انا الاوطيل كنعرفوا راه حدانا حدا الارقام ديال الجماهير. الدكتور سليمي، الرقم ديال الجماهير ما طاحش تحت 63,000، يعني اخر رقم هو 66,000. واش عرفتي بان الملعب 45 دقيقه مازال المدرجات 70% فارغه، كتبقى ربع ساعه كتلقاها عمرات كلها؟ شنو كيعني هذا؟ حسن التنظيم. لا كون ماتيماتيسيان في العمليه. مني كتعمر صعب دير بان المسالك الطرقيه المؤديه الى الملعب سلاسه في الدخول، سلاسه ديال الدخول، وان الولوجيات، الدفتر ديال التحملات الولوجيات. شوف دابا بان الطريقه الملعب ديال مولاي عبد الله، شوف الملعب ديال مولاي عبد الله شحال ديال الاشارات ومين غتدخل وشي كيدخل من جهه حي الفتح من الطروط. انا كصحفي رياضي انا مع هاد اننا نبقاو متشبتين بهذه القيم ديال الجوار وديال الاخوه وديال هذه القواسم المشتركه، ولكن عن وعي بواحد الخطاب عقلاني. لانه علاش هما غادي يفشلوا؟ ونعطيك الدكتور واش في راسك بانه من بين اخر القرارات اللي صدر النظام العسكري اصدر قرارا بمنع حتى مدرب جزائري ما يجي يخدم في المغرب، حتى لاعب جزائري ما بقى يجي يلعب في المغرب. شوف الان فين وصلت بهم الدناءة هذا النظام العسكري. الورق نساو حاجه ما داروهاش. والله نساو حاجه ما داروهاش. المدربين ممنوع دابا الجزائري يجي يدرب في المغرب، لا اما ما يجي يلعب في المغرب. نساو ما داروش حاجه. دوك المغاربه اللي مجوجين جزائريات ولا العكس خاصهم يطلقوهم حتى هما. لا شوف راه واحد القضيه اخرى، راه غيمنعوا، راه ما كرهوش يمنعوا هما الجزائريين يجيو، راه ما صاوش كيديروا. حتى راه يجي جزائري غيتصدم، راه كيدور الجزائري كيبان لك تالف راه في البدايه وراه ما كيعرفوش يمشي حتى في الطريق. ومني تشوف شي واحد غادي فوق الكازون مخلي الطريق عارفي جزائري. هذه باش عندنا باش تشوفي غادي تما عاد زيد ملي نزل في وطيلات ولا مشكره ولا غيره. راه هذه هي النجاحات اللي خصنا نهضروا عليها. ولكن واحد القضيه احنا خصنا نخليو هذا الشيء ديال دول كنهضر على خلي الجزائر دول اخرى افريقيه. العلاقات الدوليه مبنيه على واحد جوج حوايج: القوه والمصلحه. ما كاينش فيها العاطفه، القوه والمصلحه.
ما كاينش حتى المغرب العلاقه ديالو مع افريقيا مبنيه على مبدا رابح رابح. قوه والمصلحه الثنائيه، ما نكونوش بمعنى جوج حوايج. هذه اللي وهذه الجزائر داروا مخطط وغادي يديروا مخططات، بمعنى عندهم هذه المساله. وانا مأكد من واحد القضيه، ما غيجيو يديروا لا حوار لا هذه المسائل كلها ما غيديروهاش، ما صافي كيماطلوا وكيحاولوا يخلقوا مشاكل. لعنة الفشل ستلاحقهم الى الابد. لا شوف راه ما كايناش دوله. الحساد واش عمرو ربح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك. والعداء واحد القضيه خصهم يعرفوها الناس، العداء كاين قبل ما تبنى عندهم هاد الدوله العسكريه. العسكر لقى داك الشيء، لقى باش العداء قبل تما. رجع شوف ملي كانوا في البدايه، شوف بن بله شنو دار، شوفوا شنو قال عبد الحفيظ بوصوف اللي قال لهم وصاهم بهذه القضيه. لان كل شيء ما كاين. شوف كنتعامل مع ما يسمى بالدوله الامه، ليطا ناسيون اللي هما دول امم. هادو ما كايناش ما كاين حتى شي حاجه. انا نعطيك مثال بسيط. المنتخب الوطني الجزائري يختار مقر إقامته في كأس العالم 2026 التي سوف تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. كشفت مصادر إعلامية أن المنتخب الجزائري اختار مكان معسكري في بطولة كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها الصيف القادم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخب لأول مرة موزعين على 12 مجموعة. ووضعت قرعة مونديال 2026 منتخب محاربي الصحراء ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن. وسيقود رفقاء النجم رياض محرز عددا من المباريات الودية الدولية قبل المشاركة في الحدث الكروي، وخاصة في شهر مارس الذي سوف يواجه كل من الأوروغواي والهولندا. أفادت قناة فوكس الرابعة الأمريكية أن منتخب الجزائر اختار منطقة كاناس سيتي الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة معسكره في بطولة كأس العالم. ولن يكون لوحده في هذه المنطقة، بل سيكون إلى جانبه 3 منتخبات عالمية أخرى، وهي الأرجنتين وإنجلترا وهولندا. وسيقيم منتخب الخضر معسكره في المركز روك تشوك بارك في لوانس، بينما سيتدرب المنتخب الأرجنتيني في مركز كومبوس ماريز لأداء ضمان مرافق نادي سبورتينغ كاناس سيتي، فيما سيتدرب منتخب إنجلترا بقرية سوب لكرة القدم. ومن جانبه سيقيم منتخب هولندا معسكره في ريفيسيد بمرافقة نادي كاناس سيتي كانتراس، ليكون بذلك رابع المنتخبات التي ستتدرب في منطقة كاناس سيتي الكبرى التي يقع جزءها من ولاية كاناس الأمريكية والجزء الآخر من ولاية مونويس. وأكد المصدر ذاته أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يعلن رسميا عن معسكرات تدريبية المنتخبات في المونديال، ولكن الاختيارات تحسم عادة قبل انطلاق البطولة حتى يستفيد المنتخبات المشاركة من الوقت الكافي لتنسيق الخدمات اللوجستية ومواقع التدريب والأمن. وذكر موقع كولونج الأمريكي أن المنتخب الجزائري استقر على إقامة معسكره في كأس العالم بمركز روك تشورك بارك، كونه سيخوض مباراتين في بطولة بملعب هولويند بمدينة كاناس سيتي، حيث سيواجه يوم 17 جوان القادم منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، بينما سيراقب منتخب النمسا يوم 28 من الشهر الذاتي في الجولة الثالثة. وسيخوض منتخب الجزائر مباراة واحدة بعيدة عن ملاعب أوهيد في كاناس سيتي، وذلك عندما يواجه يوم 23 منتخب الأردن بملعب ليفيز ستاديوم في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا ضمن الجولة الثانية من المونديال. للإشارة فإن منتخب محاربي الصحراء سيشارك في البطولة الكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، عندما يسجل حضوره في نسخة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك الصيف القادم. وأفضل مشاركة له في المسابقة كان التأهل إلى الدور الثمن النهائي في مونديال البرازيل 2014. بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة سيكون في المجموعة يتأهل حتى أفضل ثالث، يعني سنكون بنسبة كبيرة إن شاء الله متأهلين. في الأخير إذا عجبك هذا الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم أهم سلامة الفيديوهات. السلام عليكم.